هاد لاباراي مزيانه. تخيل معايا تقدر انك تسمع بها الصوت واخا يهضر معاك الواحد غير بشويه، غتسمع واش كيقول وبدقه عاليه. هذيك القضيه ديال شنو قلتي ما سمعتكش، ما غاديش تبقى تسمعها من عنده في الدار. فيها الزائد والناقص، كتحكم بها على حسب درجه السمع اللي بغى يسمع بها هو. الا كان عنده نقص حاد راه كيزيد فيها مزيان، اما الا كان عنده غير شويه راه كيقدر ينقص فيها. راه بالتجربه الاخوان، انا هذه غير حطيتها في ودني وعرفت كيفاش كتخدم مزيان. راه كتجبد الاصوات بواحد الدقه اللي هي عاليه، اللي قريب واللي بعيد كتسمعوا. يعني الا غير زدتي فيها راه تقدر تسمع حتى الاصوات اللي على برا في الشارع، حيت مخدومه بتقنيات عاليه. شي تكون حدايا مثلا، تكون كتهضر غير بشويه نسمعك بحال كتهضر بالشاد. لاباراي الخوت على حسابي مضمونه شي حاجه ومضمونه وشي حاجه اللي كاليتي مزيانه. شنو الحوايج اللي تقدر تفاداهم باش تبقى لاباراي ديما امارش وديما مزيانه؟ حاول يديك ما يكونوش فيهم الماء. ثاني حاجه حاول تجنبها من الصدمات. ثالث منها حطها في البواطه ديالها، سد عليها، ومن تبغي تستعملها كذلك تحطها في الودن ديالك. السالي من الاستعمال ديالها كديرها في البواطه ديالها وغتبقى عندك لاباراي خدامه امارش. الا بغيتو ديروا لا كوموند ديالكم ما عليكم الا تواصلوا معنا في الواتساب وغتوصلكم لا كوموند ديالكم حتى الدار.